ازيكم عاملين ايه؟ يلا بينا نعمل كبدة حلوة جدا. كلنا طبعا بنكون محتارين اول يوم العيد هنفطر ايه. طبعا هنعمل كبدة بتكون سهلة وسريعة ومش بتاخد مننا اي وقت خالص. زي ما انتم ما شايفين كده، جبت طبعا الكبدة ومعاها الكلاوي. قطعت الكلاوي صغير خالص وقطعت الكبدة شرايح. طبعا عارفين كلنا ان الكلاوي بتاخد وقت شوية. فهنعمل ايه؟ هنبدأ ان احنا نجيب الطاسة معانا وهنجيب فيها معلقتين كبار كده من اللية وهنفرمهم كويس قوي. وبعدين هحط معاها معلقه كبيره من السمنه البلدي. وهنزل اول حاجه بالكلاوي معايا وهبدا ان انا اقلبها كده كويس قوي. قد ايه يا جماعه حلوه جدا وطعمها خطيره بجد. زي ما انتم ما شايفين، اول ما اللي معايا مساحت ولازم تسيح كويس قوي. وحطيت الكلاوي ومعلقه من السمنه البلدي كبيره. نزلت كده بالكبده ومش هقلب، هسيبها شويه. زي ما انتم ما شايفين كده طلعت معايا بالجمال اللي انتم شايفينه، حلوه جدا. وطعمها في منتهى الجمال، من غير بصل، من غير بهارات كتير، من غير اي حاجة. مبينة طعم الكبدة معانا. هنا بقى عملت مكرونة محمرة كده جنبها، لو عندك اطفال طبعا اعملي المكرونة دي. هتشبعهم وهتكون حلوة جنب الكبدة. بجد حلوة ومش معجنة خالص. جميلة قوي. حطيت معاها طماطمية كبيرة وفصين من الثوم وطماطماية وبصلاية. وطبعا حطيت معاها مكعب من المرق. وطشيتها وخلاص كده بقت معايا زي الفل. زي ما انتم ما شايفين، هنا كان عندي بتنجان مخلل وكان عندي طماطم قطعتها شرايح. وطبعا الكبدة زي ما انتم ما شايفين في منتهى الجمال. بجد حلوة جدا. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعود علينا الأيام بخير يا رب، اللهم آمين. جربوها في أول يوم العيد، هتعجبكم جدا. فطار سهل وسريع جدا. طبعا لو هي غدا هتعملي جنبها المكرونة، لكن لو هي فطار بس هتعملي الكبدة لوحدها جنب شوية سلطة وكمان شوية طحينة وبألف هنا. حلوة جدا جدا، يا رب تعجبكم.